في ظل مساعي إعادة بناء منظومة العدالة في سوريا بعد سنوات من النزاع، تعود ملفات الانتهاكات القديمة إلى الواجهة مدفوعة بضغوط حقوقية وشهادات متجددة تطالب بمحاسبة المسؤولين على مختلف مستوياتهم. وفي هذا السياق تتجه هيئة العدالة الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق فادي صقر القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني في دمشق، وسط تصاعد الاتهامات بضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بملف مجزرة حي التضامن. وقد أعادت قضية المجزرة التي وقعت في نيسان أبريل عام 2013 إلى الواجهة بعد إلقاء القبض على أمجد يوسف المتهم الرئيسي بتنفيذها، وذلك عقب سنوات من بقائه بعيداً عن المحاسبة رغم وجود أدلة مصورة توثق واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد. وتشير المعطيات الجديدة إلى أن التحقيق مع يوسف قد يفتح الباب أمام تتبع تسلسل الأوامر القيادية، وهو ما قد يعزز الاتهامات الموجهة إلى صقر. وفي تصريحات لصحيفة The Guardian كشفت نائبة رئيسة الهيئة زهرة البرازي أن العمل جار على إعداد ملف قانوني متكامل يتضمن أدلة وشهادات تشير إلى تورط صقر في عمليات قتل وتغييب قسري بحق مدنيين، مؤكدة وجود تعاون مع منظمات توثيق لجمع الأدلة، ومشددة على أن مبدأ المحاسبة يجب أن يشمل الجميع دون استثناء. كما دعت الهيئة سكان حي التضامن إلى تقديم شهاداتهم مع تقديم ضمانات بحماية الشهود تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء السوري للنظر في إصدار مذكرة توقيف رسمية، مع التأكيد أن القرار النهائي يبقى بيد القضاء بناء على نتائج التحقيقات. ويعزز هذا التوجه ما صدر عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب الذي أكد أن المحاسبة لن تقتصر على المنفذين المباشرين، بل ستشمل أيضاً المحرضين والمشرفين، في إشارة فسرها مراقبون على أنها قد تمهد لإدراج أسماء قيادية من بينها صقر ضمن قوائم الملاحقة القضائية. ويرى ناشطون من حي التضامن أن صقر كان صاحب القرار العسكري والأمني في المنطقة خلال تلك الفترة، وأن الأوامر المتعلقة بالاعتقال والتصفية كانت تصدر عنه مباشرة، ما يجعله بحسب رواياتهم المسؤول الأبرز عن تلك الانتهاكات. وبرز اسم فادي صقر منذ السنوات الأولى للحرب السورية، إذ انتقل من العمل المدني إلى قيادة مجموعات مسلحة قبل أن يتولى قيادة الدفاع الوطني في دمشق عام 2013. وتتهمه تقارير حقوقية بالضلوع في عمليات حصار وقصف وتهجير، إلى جانب إدارة شبكات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق. ومع تراجع الدور العسكري لتلك الميليشيات ابتعد تدريجيا عن العمل المسلح واتجه نحو النشاطين الاقتصادي والسياسي قبل أن يعود اسمه إلى التداول بعد سقوط النظام، وسط حديث عن دور لعبه في تسهيل ذلك مقابل ضمانات بالحماية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من ناشطين وأهالي الضحايا. في المقابل نفى صقر في تصريحاته لصحيفة The Guardian أي علم مسبق له بمجزرة التضامن، مؤكدا أنه تولى قيادة الدفاع الوطني بعد وقوعها، وأنه اطلع على تفاصيلها عبر وسائل الإعلام. كما شدد على ضرورة محاسبة كل من ثبتت إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبينما تتصاعد المطالبات بمحاسبته، يرى مراقبون أن ملاحقته تمثل اختباراً حقيقياً لجدية آليات العدالة الانتقالية في سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى مستويات القيادية وعدم الاكتفاء بمحاكمة المنفذين المباشرين. وفي خضم هذا الجدل حذر المحامي غزوان قرنفل من أن التعامل مع قضايا العدالة الانتقالية يجب أن يستند إلى أسس قانونية بحتة بعيداً عن الضغوط أو ردود الفعل الشعبية، مشدداً على ضرورة استقلالية الهيئة عن الحكومة، وأن قرارات الملاحقة يجب ألا تخضع للاعتبارات السياسية، لافتاً إلى أن رئيس الدولة يملك قانونياً صلاحية إصدار عفو خاص بعد استكمال الإجراءات القضائية.